ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. ايه رأيكم في التحلية بتاعتي دي؟ تيجوا نعملها مع بعض. هنشوف عملناها ازاي والطريقة كانت سهلة وبسيطة ازاي. ايه رأيكم ندخل مع بعض ونشوف المقادير وايه المكونات اللي عملنا بيها التحلية الجميلة قوي دي؟ بجد يعني هتعجبكم. تابعوا معايا الحلقة وما تنسونيش في لايك وتعليق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض تحلية كده حلوة وبسيطة ومش مكلفة ابدا. يعني مش هتكلفك كتير. بسيطة جدا. طبعا في الوقت ده احنا اولادنا بيروحوا المدارس وبيستلموا بسكويت سادة. فممكن تعملي منه التحلية دي هتبقى حلوة جدا. انا هنا معايا كاستر زي ما انتوا شفتوا، ده باكت كاستر. الباكت دوت في السوبر ماركت. عامل 5 جنيه. وجبت نص كيلو من الحليب، عليهم 4 معالق كده من السكر. وبدأت ان انا اقلب كل المكونات دي كده مع بعض. وبعد ما قلبتها كده مع بعضها، هرفعها بقى على النار علشان خاطر بس تتقل معايا كده وتتماسك. بس طبعا بقلب كويس جدا علشان خاطر ما آم، الكاستر ما يبقاش مكلكع كده والبودرة بتاعته على الوش. احطه على النار وبعدين نشوف هنعمل ايه. انا جبت بقى هنا الصينيه بتاعتي اللي هعمل فيها. عايزه تعمليها في كاسات براحتك، عايزه تعمليها في قوالب اللي هي بتاعه الانجليش كيك براحتك. انا جبت بسكويت وفردته كده في الصينيه بتاعتي. وبعد ما الكاستر بتاعي يتقل زي ما انتم شايفينه كده، نزلت بيه في قلب الصينيه بتاعتي. هظبط بقى الدنيا كده اهوت زي ما انتوا شفتوا. تمام كده. ظبطت الصينيه بتاعتي وهسيبها تبرد. ونعمل مع بعض صوص الشوكولاته كده حلو وخفيف عبال ما تبرد معايا. انا بقى هعمل صوص الشوكولاته ازاي. انا جبت 3/4 كوبايه من الكاكاو، عليها كوبايه من السكر. الكوبايه اللي بقيس بيها هي. بس انا طبعا بعمل بكوبايه صغيره اللي هي من بتوع القهوه دول، عشان انا مش عايزه كميه كبيره. عايزه بس كميه صغيره ما تبقاش معايا. حطيت كوبايه من الحليب وادي كوبايه كمان من الزيت. قلبهم برضو كويس جدا كده اهو. عايزة تعملي بقى كمية أكبر وتخليها عندك براحتك، ممكن تكبري الكوباية مفيش مشكلة. ولكن المقادير بنفس الكوباية. هرفعهم بقى على النار لحد ما يتقلوا كده زي ما انتوا شايفين. بصوا القوام بتاعهم تقيل ازاي. وهنزل بيهم بقى على الكاستر بتاعي كده بعد ما برد. اديله طبقة كده حلوة من الشوكولاتة اهو. لو مش عايزة تحطي شوكولاتة ممكن تحطي صوص كراميل. ممكن تحطي مكسرات، اي حاجة انتي بتحبيها ممكن تحطيها. انا كده حطيت الشوكولاتة بتاعتي وبدأت ان انا افردها كده اهو. وبعد ما فردتها كده طبعا سبتها هديت شوية. وهبدأ بقى ان انا اجيب بسكويت من اللي انا حطيته كده في الارضية. وهبدأ اكسره كده تكسير عشوائي اهو. وهرصه كده على الحروف بتاعة الصينية بتاعتي اهو. بصوا. تحلية بسيطة جدا ومخدتش ابدا اي وقت. بل بالعكس. ما تعبتنيش خالص. بس بسطت الاولاد جدا وبجد طلعت حلوة وطعمها جميل جدا اهو. بصوا بقى البسكوت انا برشه كده بشكل عشوائي اهو. خلاص. طبعا التزيين دوت حاجة ترجع لك انتي. وفي النص كده هحط واحدة من الكريز. وانا كده خلاص خلصت التحلية بتاعتي. ايه رأيكم فيها؟ شايفين؟ طبعا هحطها بقى في التلاجة لان هي لسه ما تمسكتش. وهسيبها تجمد وبعد كده هبدأ ان انا اقدمها في اطباق. بصوا شكلها. لو عجبتكم بقى الحلقة بتاعتي طبعا مش هتنسوني في تعليق واشتراك ولايك. واشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.